يا مساء الجمال. فيلمنا بيبدأ ببنت اسمها إيما وبتبقى صاحية من النوم متنحة ومش طايقة نفسها، وده لأنها كانت بتحلم بكابوس. وبعدها بتسمع التليفون بيرن وبتقوم ترد عليه، وبتطلع مامتها وكانت بتتحايل عليها عشان ترجع البيت، لكن صاحبتنا رفضت، وده لأن في مشكلة بينها وبين باباها. ومن ساعتها وهي رافضة تروح البيت وبتقول لها ده مش أبويا، وبتعرفها إنها هتعيش لوحدها. ولما بتخلص المكالمة بتشوف في الجورنال إعلان وظيفة، وكان مكتوب فيه إنهم عايزين بنت تراعي ست كبيرة في السن وتاخد بالها منها. فتاني يوم بتروح المقابلة وبتفضل قاعدة مع السكرتيرة لحد ما دورها يجي، وبتدخل وبتقابل ألكسندر، وده يبقى ابن الست الكبيرة. وبدأت تعرفه على نفسها وبتقوله إنها كانت بتراعي جدتها قبل ما تموت ب3 سنين، يعني عندها خبرة مع المسنين. فالراجل قال لها إن مامته اسمها داشا، وقال لها إنها ست عسولة وحبوبة، وأول ما تشوفيها هتحبيها على طول. بس للأسف هي مريضة وحالتها كل يوم بتسوء عن اليوم اللي قبله من ساعة أختي ما ماتت، وبتبقى دايما شايفة ناس مش موجودة، ونادرا لما بتكون في وعيها. ولازم تبقي عارفة إنها ساعات بتتعصب على الممرضات وبتتعصب عليا أنا شخصيا. فإيما قالت له ما تقلقش، وأكدت له إنها هتعرف تتعامل معاها. الصراحة أنا لو مكانها وبعد اللي سمعته ده كله آخد بعضي وأطلع أجري. المهم ألكسندر بدأ يسألها عن عيلتها أو حبيبها، فقالت له إنها مقطوعة من شجرة ولسه واصلة المدينة قريب وما تعرفش حد فيها. وفي الآخر قال لها طب ينفع تبدأي من النهاردة؟ فالبنت ما صدقت وقالت له ينفع قوي، اديني العنوان وأنا هظبط لك الدنيا. وفعلا بتروح على البيت، وألكسندر كان مديها رسمة لتصميم البيت عشان ما تتوهش فيه لأنه بيت كبير وقديم جدا. فبدأت تاخد جولة الأول في البيت، وبتعرف من الصور إن داشا مامته كانت دكتورة. ولما بتدخل عشان تشوفها بتلاقيها قاعدة على السرير سرحانة في ملكوت الله. فبتبدأ تعرفها بنفسها لكنها ما بتردش عليها. فإيما نيمتها على السرير وغطتها، وبعدها بتطلع تحط هدومها في الدولاب. والغريبة إنها بتلاقي فستان بتاع حد تاني متعلق، لكن ما بتشغلش دماغها وبتعلق هدومها. وشوية كده وبتسمع صوت غريب، فبتخاف وبتقفل الباب بسرعة. والصبح بتنزل تقعد مع داشا، فالست بتبص لها وبتضحك. إما قالت لها طب ما تضحكينا معاكي. ساعتها داشا قالت لها بنتي حبيبتي انت جيتي تزوريني؟ إما قالت لها انا مش بنتك، انا الممرضة بتاعتك واسمي إيما. فالست اتعصبت وقالت لها لا انت مش بنتي، بنتي ماتت، انت مين؟ فبتقول لها ما انا لسه قايله لك يا وليه انا اسمي إيما، وابنك الكسندر هو اللي بعتني هنا عشان اخد بالي منك. فداشا بتسكت وما بتردش عليها. فصاحبتنا بتاخدها بتحميها وبتظبطها على الاخر. وقتها بتلاحظ خرابيش على ظهرها، فسالتها مين اللي عمل فيكي كده؟ الممرضه اللي قبلي هي اللي عملت كده؟ قالت لها لا، واتعصبت تاني وقالت لها خرجيني من هنا. وفعلا إيما بتخرجها وبتاخدها على السرير بتاعها وبتديها العلاج، وبتقول لها لو متضايقه من حاجه اعتبريني زي بنتك وقولي لي على اللي مضايقك وانا هساعدك. لكن برضه ما بتردش عليها. ولما جت تقوم داشا قالت لها شكرا يا انا يا حبيبتي. وبعدها بتروح اوضتها وبتقفل عليها الباب، لكن بتسمع صوت موسيقى جاي من اوضه داشا. فرجعت تاني عشان تشوف ايه الحكايه، لكنها بتلاقي داشا قافله عليها الباب بالمفتاح. فما بتشغلش دماغها وبتدخل تنام. بس بعد شويه بتسمع صوت خبط، ولما راحت تشوف في ايه بتلاقي داشا واقفه بتكلم الحيطه وبتقول ادخلي يا انا يا حبيبتي. فصاحبتنا بتقرب عليها وهي مرعوبه، واول ما كلمتها اتعصبت عليها. فايما بتهديها وبتفكرها بنفسها وبتاخدها تاني على اوضتها عشان تنيمها. ومفيش ساعتين بتلاقيها بتخبط في الدولاب. فالبنت بتجري عليها وبترجعها تاني على السرير وبتقول لها بص ايدك يا شيخه سيبيني انام ساعتين في اليوم المنيل ده. والغريبه انها لما جت تخرج بتمسك ايديها. اما قالت لها انت كده بتألميني، انت عايزه حاجه؟ لكن داشا كانت في عالم تاني. فالبنت بتشد ايديها بسرعه وبتطلع وهي خايفه. وتاني يوم بتدخل الحمام عشان تستجم وتهدي اعصابها شويه، بس بتسمع صوت على الباب وبتحس ان في حد بيفتح الباب عليها. ولما قامت تشوف داشا بتلاقيها نايمه في سريرها. فالبنت استغربت وبترجع تاني على الحمام وبتحط ودانها على الحيطه، وفعلا بتسمع صوت خبط جاي من جوه الحيطه. فما بتهتمش وبترجع اوضتها عشان تنام. ولما بتصحى بتحس انها تعبانه وجسمها واجعها. والمفاجاه ان بيكون عدى عليها يومين وهي نايمه في السرير. فبتدخل الحمام وبتبقى دايخه ومش قادره تقف، وبتحس ان في حاجه مش طبيعيه. وبترفع هدومها وبتلاقي جرحين صغيرين جدا في بطنها. ساعتها بتسمع نفس صوت الموسيقى، ولما بتنزل تحت بتلاقي على الارض اثار رجل فيها دم، وكانت جايه من اوضه مقفوله. فبتطلع بسرعه عشان تطمن على داشا، لكنها ما بتلاقيهاش. وبتلاقي الصور بتاعتها مرميه على الارض، وبدات تدور عليها في كل حته. وبتلاقي اوضه مفتوحه وكان فيها سرير اطفال. وفجاه بتيجي داشا من وراها وبترشق في رقبتها حقنه، وايما بيغمى عليها، وابنها الكسندر بيجي وبيشيلها. ولما صاحبتنا بتفوق بتلاقي نفسها مربوطه. طب هي ايه الحكايه بالظبط؟ اقول لك. الكسندر ومامته يا سيدي طلعوا عاملين على البنت الغلبانه دي حوار، وداشا ما
طلعتش راحة منها ولا حاجة، دي طلعت رئيسة عصابة هي وابنها الحيلة، وكل شوية ينزلوا إعلان في الجرايد ويخطفوا البنات عشان يخلوهم يحملوا غصب عنهم. وإيما بتفضل مربوطة كده كام يوم لحد ما في مرة ألكسندر بيدخل وبيقول لها إنه معجب بيها، فبتقول له بوس كرشك خرجني من هنا وأنا وعدك مش هقول لحد. فالحيلة قال لها ما تخافيش، داشا هتاخد بالها منك لأنها بتهتم بالبنات الحوامل. إيما اتصدمت وقالت له بس أنا مش حامل، فبيحط إيده على بطنها وبيقول لها إنها حامل في ابنه. وقتها مامته بتنده عليه فبيطلع يجري بسرعة، وبعد كده داشا بتدخل وبتقول لها إنها عملت لها عملية تلقيح اصطناعي وهي نايمة، وكلها كام يوم وهتتأكد إذا كانت حامل ولا لأ. فالبنت اتعصبت وفضلت تشتمها بالعايشين والميتين، بس داشا ما بتهتمش وبتسيبها وبتمشي. بعدها إيما استغلت إن محدش معاها وفضلت تعافر لحد ما بتفك إيديها وبتفتح الدرج وبتدور على أي حاجة، وفعلا بتلاقي إبرة خياطة كبيرة. ولما بتسمع حد جاي عليها بتخبيها بسرعة، وبيدخل ألكسندر وبيفضل يقول لها إنهم هياخدوا بالها منها أول ما يتأكدوا إنها حامل. فالبنت بترشق الإبرة في رقبته وبتسيبه يطلع في الروح مع نفسه وبتطلع بره، بس أم 44 بتشوفها وبتنده على ابنها. فإيما بتجري وبتدخل الحمام وتقفل على نفسها، وبعدها بتسمع صوت داشا وهي بترقع بالصوت على ابنها، وقربت من باب الحمام وهي متعصبة وحاولت تفتحه. والبنت يا عيني كانت ركابها بتخبط على الجيران من الخوف، فبتبص من مكان المفتاح وبتشوف ايد داشا مليانة دم، وبتقول لها لو خرجتي هندمك على اللي عملتيه في ابني. وبتفضل إيما في مكانها لحد تاني يوم، والصبح قررت إنها تطلع وتحاول تهرب من البيت المنيل ده، لكنها بتسمع صوت داشا طالعة، فبتدخل أوضتها بسرعة وبتقفل على نفسها. ولما داشا بتطلع وبتعرف إنها في الأوضة ولسه هتفتح الباب التليفون بيرن، فبتنزل ترد عليه. وإيما بتطلع وبتسمعها وهي بتتكلم مع حد وكانت متعصبة، وبتقوله إن البنت الأخيرة قتلت ابنها وبتطلب منه يجي حالا. ساعتها بتلمح إيما واقفة فوق، فبتقفل السكة وبتقطع السلك وبتختفي. وإيما بتفضل مراقبها شوية وبرضه ما بيبانلهاش أثر، فبتجري على الباب عشان تهرب لكن بتلاقيه مقفول. فحاولت تكلم الشرطة في التليفون وطبعا ما بتلاقيش فيه حرارة، وهوب داشا بتظهر قدامها وبتقول لها كنت عارفة إنك هتعملي كده. فإيما لحقت نفسها ورزعتها بالسماعة في نافوخها وجريت بسرعة وبتدخل على الأوضة اللي فيها سرير الأطفال. فالولية المجنونة بتاخد السكينة وبتطلع لها وبتخبط بيها على الباب وبتقول لها يا رب تكون أوضة ابنك عجبتك. وصاحبتنا كانت مرعوبة ومش عارفة تتصرف ازاي، فبتحاول تهرب من الشباك بس برضه بتلاقيه مقفول، وبتفضل تعيط وتندب حظها الهباب. وبعد شوية بتقرر إنها تتشجع وتواجه داشا، ما هو يا روح ما بعدك روح. فبتكسر المراية وبتاخد قطعة منها وبتفتح الباب، ولما بتنزل بتسمع صوت واحدة بتصرخ، والصوت كان جاي من البدروم. فبتتسحب وبتنزل واحدة واحدة من غير أي صوت، ولما بتفتح الباب بتتفاجئ لما بتشوف بنت حامل ومربوطة في الأرض. والبنت كانت مفكرة إن إيما تبع داشا، لكن إيما قالت لها إنها مش هتأذيها، وبتحط المراية على جنب عشان تطمنها. وبنعرف ساعتها إن البنت دي اسمها كارين، وطلبت من إيما تساعدها وتنقذها هي وابنها. ولما حاولت تفكها ما عرفتش وبتقوم تدور على المفتاح. وقتها بتشوف صندوق فيه كمية كبيرة من اللقاحات الاصطناعية، فافتكرت إنها شافت صورة طفل على مكتب ألكسندر، وبتعرف إنهم شغالين في تجارة الأطفال. ولما بتسمع صوت داشا بتستخبى بسرعة، وبتدخل داشا وبتقول لكارين جه وقتك يا حلوة، هتديكي حقنة ومش هتحسي بحاجة. فالبنت فضلت تترجاها تسيبها هي واللي في بطنها، بس برضه الولية مفيش فايدة فيها، ولسه كانت هتديها الحقنة إيما بتطلع وبتضربها وبتقول لكارين تستناها هنا لحد ما تجيب المفتاح. وإيما بتطلع بسرعة وبتفضل تدور على المفتاح في كل حتة، وفجأة بتسمع صوت كارين وهي بتصرخ وبتقول لها إن أم 44 فاقت وطالعالك. وداشا بتطلع لها وفي ايديها بندقية وبتدور عليها، وإيما ساعتها كانت مستخبية تحت السرير. ولما داشا شافتها قالت لها إنها هتخبط بالبندقية 5 خبطات، لو خرجت بعد الخبطة ال5 هتعملها زبادي خلاط ومش هيهمها بقى حامل ولا نيلة. وبدأت تعد وتخبط، ولما جت عند ال5 إيما بتقول لها استني أنا هطلع من تحت السرير بس، ورحمة ألكسندر ما تعملي فيا حاجة. فبتاخدها وبينزلوا على البدروم. وقتها بيلاقوا كارين خلاص بتولد، فإيما بتطلب من داشا تفكها وتطلعها فوق بسرعة، وبياخدوها على فوق. والبنت كانت على آخرها ومش قادرة تتحرك، وإيما بتطلعها واحدة واحدة. وأول ما نيمتها على السرير داشا قالت لها تسيبها وتدخل الحمام وتربط نفسها في الحوض. وبعد شوية إيما بتسمع صوت عياط الطفل وبتشوف داشا ماشية بيه، وكارين ما كانش طلع لها صوت، فبتعرف إنها اتكلت على الله وفضلت تعيط. وبعد شوية بتسمع صوت حد على الباب وبتفضل تصرخ وتقول حد يساعدني يا جدعان ويخرجني من هنا. فبتلاقي راجل داخل عليها وماسك مسدس، وقبل ما يقتلها
داشا بنت المجنونة بتسلكه وبتقوله دي حامل يا ابن الغبية، وبتاخد إيما وبتنزلها البدروم وبتقول لها تربط إيديها في الجنزير زي كارين لأنها هتقعد هنا ال9 شهور بتوع الحمل. فصاحبتنا بتشوف المراية اللي كانت معاها فبتلف وبتقول لها أنا عارفة إنك مش هتقتليني عشان حامل وأنت محتاجة الطفل ده. فالتانية قالت لها لا عادي أنا ممكن أقتلك وأجيب غيرك، مفيش أكتر من البنات اللي زيك. ساعتها إيما بتمسك صندوق التلقيح وبتكسره وبتشد منها البندقية وبتقول لها أنا دلوقتي هتأكد إني هبقى آخر واحدة، وبتديها على دماغها. في نفس الوقت بتسمع صوت واحدة بتنده وبتقول لداشا انت فين يا ماما، وبتطلع مين؟ السكرتيرة اللي كانت في أول الفيلم، وإيما بتفاجئها وبتهددها بالبندقية فبتقول لها أنا ماليش علاقة باللي بيحصل هنا، وبتسألها هي ماما فين؟ فأخدتها على البدروم، ولما بتشوف مامتها على الأرض بتجري عليها بسرعة، وإيما بتقول لها ده انتوا عيلة بنت 60 في 70 وأنا هوديكوا كلكوا في داهية، وبتاخد منها مفاتيح البيت. لكن أنا بتمسك رجليها وهي طالعة والاتنين بيمسكوا في بعض شوية لحد ما إيما بتضربها بالمفتاح وبتمسك البندقية وبتديها القاضية في الحتة الفاضية، وبعدها بتطلع وبتاخد ابن كارين وبتطلع من البيت. وبعد 9 شهور بنشوف مذيعة بتتكلم عن إيما وبتقول إنها كانت ضحية من ضحايا الدكتورة داشا، وبنعرف إنهم قتلوا بنات كتير وأخدوا ولادهم بنفس الطريقة. والشرطة لقت 4 جثث جوه بيت الرعب ده، جثة الراجل اللي كان عايز يقتل إيما وجثة آنا وأخوها وكارين الغلبانة، بس لحد دلوقتي ما قدروش يوصلوا للمجنونة العجوزة. وإيما يا عيني كانت مرعوبة من اللي بيحصل، وكانت كل يوم بتحلم بكوابيس بعد اللي عملوه فيها العيلة المجنونة دي، وبتقوم وبتدخل المطبخ عشان تشرب فبتسمع صوت جاي من بره وبتعرف إنها دشا مستخبية في البيت، فبتقول لها أكيد أنت جاية تاخدي حفيدك، ما هو آخر حد فاضل من نسلك خلاص، وأنت يا عيني بقيتي من غير لا ابن ولا بنت، بس تبقي هبلة لو فكرتي إن ممكن أخلف من نسلك. وبتسب لها هي وابنها وبنتها وعمتها وخالتها والعيلة كلها، وبتديها الصدمة الناهية بجد لما بتخلع البطن الصناعية اللي على وسطها وبترميها لها. فداشا بتتعصب وبتقول لها أنا هقتلك، لكن بتديها طلقة في نص دماغها قبل ما تفكر تعمل لها حاجة، وبتخلص منها ومن العيلة المهببة دي، وبتدخل لابن كارين عشان تطمن عليه. وبعد شوية الشرطة بتوصل وبتاخد جثة اللي ما تتسمى، وكده يخلص فيلمنا. ما تنساش اللايك والشير والاشتراك عشان يوصلك كل جديد.